قد يوجد خلاف أحيانا بين الدعاء أو بين المعلمين، كما هو الحادث في أبناء الأسرة الواحدة. أنت أحيانا بتختلف مع أخوك، بتختلف مع أبوك، لكنكم في النهاية أسرة واحدة. مش هذا الخلاف لا يقطع أواصر المودة، خصوصا وهي كلها خلافات أحيانا في وجهات النظر أو غيره. فده من سمات الدعوة المباركة. ناس تطلع غريبة ما تعرف لهاش ايه الناس دي طلعت منين، ثم بعد ذلك تختفي وتنقرض. انا دايما بقول للاخوه ما تشغلوش نفسكم بالنعرات الجديده. هؤلاء الناس يعني دعوات مبتوته مبتوره ما فيهاش يعني اي بركه. فلان علان راجل كان شيوعي في الحزب التجمع الشيوعي، وبعد كده الموجة يبدو لقاها ماشية إسلامية، فدخل في المسألة وأصبح في مكان اتلم عليه شوية ناس، أصبح يعني شغال بحرب الدعاية وشوية أوراق ومش عارف إيه. دي كلها قنابل فيشنج، يعني اللي بيسميها العوام عندنا فيشنج، مع الوقت بتنقرض. مثل هذا ينقرض، هيموت يعني في المكان اللي هو فيه، زي ما حصل مع ما يسمى جماعة الدعوة الإسلامية. الناس اللي كانوا حواليه هم اللي شرحوه، وكذلك مثل هذا الرجل اللي في شرق المدينة. الناس برضو دول اللي حواليه بطبيعتهم بيبقوا ناس انشطاريين، هيتقلبوا عليه. لكن هذا المنهج، هذه الدعوة المباركة، عشرات الآلاف من البشر اللي بتعلن عن ولائها لله سبحانه وتعالى، ده يعني مثل هذا المنهج لا يتآكل بحمد الله. صغر الإسكندرية ده صغر مبارك من الصغور العظيمة. الناس كانت بتهاجر من دول الإسلام وتيجي ترابط هنا في اسكندرية. اسكندرية مدينة السنة طول عمرها، حتى في زمن الدولة الرافضية. للناس اللي قرأت تاريخ الدولة الرافضية الفاطمية هنا في مصر، 4 قرون 400 سنة اسكندرية على السنة. اسكندرية هي اللي وقفت مع صلاح الدين الأيوبي لما حاول الرافضة يستردوا مصر مرة تانية، وكان يعني كبيرهم شاعر اسمه عمارة اليمني. أهل اسكندرية هم اللي دعموا صلاح الدين الأيوبي. الصحابة وصلوا اسكندرية. فاتح اسكندرية عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، هو اللي فتح اسكندرية. قائد الجيش عمرو بن العاص. أول واحد محافظ يعتبر والي على اسكندرية عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اسكندرية كانت منطلق الجيوش اللي توغلت في شمال إفريقيا. اسكندرية كانت موئل للعلماء الكبار جدا. في اسكندرية كان أعلى سند في العالم كان هنا في اسكندرية الحافظ السلفي، وكان ساكن ناحية الاستاد عند السور، الحتة الخربانة دي اللي في سور الاستاد. كان الحافظ السلفي. شيخ الإسلام ابن تيمية قيم الدعوة السلفية هنا نزل في اسكندرية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في اسكندرية ألف رسالتين من أعظم رسائله، بغية المرتاد اللي هي اسمها السبعينية في الرد على ابن سبعين، والرد على المنطقيين. في اسكندرية القرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم مدفون هنا عند الناس بتوع الجبنة دي عند الباب الجديد. في اسكندرية أبو بكر الطرطوشي هاجر حسبة لله عشان يدعو إلى السنة، وما زال مبني على القبر بتاعه في وسط بتوع الجبنة قبة هناك اسمه الطرطوشي. بعد الطرطوشي لو مشيت خطوتين كده في اتجاه باب الجمرك، في 2 من أكابر العلماء السكندريين، ناصر الدين ابن المنير وزين الدين ابن المنير. زين الدين أخو ناصر الدين. ناصر الدين كان مشهور لأنه كان قاضي وهو صاحب الانتصاف في الرد على الكشاف. زين الدين كان عالم حديث كبير قوي، وهو اللي عمل شرح صحيح البخاري تقريبا ابن حجر ملخصه في فتح الباري. في اسكندرية كان عالم ضخم جدا في مصر والشام اسمه ابن الحاجب من أئمة المالكية، مدفون هنا في اسكندرية. فمدينة اسكندرية دي مدينة
معطاء ولود مكست على السنة، وما هذه الدعوة السلفية إلا امتداد لهؤلاء الأئمة الأعاظم الكبار والحفاظ الضخام. فهذه الدعوة مباركة بحمد الله سبحانه وتعالى، وبتنتشر وبتعم. وعن طريق هذه المدرسة السلفية سمعت الجمهورية كلها عن السلفية. يعني الآن الأسماء اللي بتسمع في الأقاليم وفي المدن وفي الفضائيات وغيرها، هؤلاء يعني سمعوا عن السلفية من خلال مدينة اسكندرية. دي حاجة يعني هو ده الحق، دي حقيقة. هذا الكلام ما فيهوش انتقاص لقدر أحد من العالمين. هؤلاء الناس سمعوا عن السلفية وعن الدعوة السلفية من هنا من اسكندرية. لكن مع الوقت أصبح واحد في قرية في نجع في حتة اتلم عليه شوية تلاميذ، فأصبح الشيخ فلان أو سلفية علان. سلفية يعني لا تنسب لأحد، لفلان أو لعلان. سلفية يعني ناس مجتمعين على منهج أهل الحق لخدمة دين الإسلام، وليس للتخزيل والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. أترك المجال الآن للأخ الحبيب الأخ عبد المنعم الشحات، فليتفضل مشكور. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. فكان عنوان هذا الحفل المبارك هو الوفاء لفضيلة الشيخ محمود حفظه الله، من جمع كبير من الدعاة وجمع كبير من الحضور. لا أملك إلا أن أكون امتدادا لهذا الجمع الذين عبروا عن وفائهم، مع فرق يسير أنهم عبروا عن وفائهم لأخيهم في الله ورفيق دربهم في